يعني سبحان الله، والدنا رضي الله عنه كان علمه الظاهر هو فيض علم الباطن، لأنه لم يكن طبيعيا، كان فيضا من الله سبحانه وتعالى. وهو كان يقول ذلك، وذلك أنه أعطي من الذاكرة والذكاء أنه كان طبعا أمي يقرأ له، يعني لأنه كان ضرير، وأجريت له عملية أجراها له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرامة مشهورة، يعني كرامة معروفة، يقرأ له يعني لأنه كان ضرير، وأجريت له عملية أجراها له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرامة مشهورة، يعني كرامة معروفة. ده كذب يا دكتور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الرسول عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا ممكن تشوف في المنام كهيئته عليه الصلاة والسلام، أما يقظة ما في طريقة. ليه؟ العلماء قالوا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطيبا في القوم، الأثر في البخاري، قال: ألا إن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الرسول عليه الصلاة والسلام مات، ما ممكن يجي راجع تاني يعمل لأبوك عملية. ده من الكذب والبهتان. والصوفية دائما بيكذبوا، بيقولوا يا أخي أن احنا بنشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في الحضرة وبنشوفه يقظة. قال برضو والده كان بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقظة. ده كذب. الصوفية عندنا بيقولوا يا أخي نحن بنشوفه يقظة. ليه الصوفية؟ قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وده حديث صحيح في البخاري. لكن عنده فهم عشان ما يغشوك يا صوفي، وعشان ما تغش الناس يا دكتور عبد الرحمن حسن حامد أحمد. العلماء قالوا الحديث عنده تفسيرين. التفسير الأول: إما هذا لخاص للصحابة اللي كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم اللي بيشوفني في المنام ربنا حيقدر له إنه يشوفني في اليقظة. ده تفسير أول. التفسير الثاني العلماء قالوا ده وعد، إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الزول اللي شافني في المنام يوم القيامة في الآخرة حيشوفني في اليقظة. لكن مش معناتها إنك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام نحن بنحبه. تبي تقولوا ما بتحب النبي؟ نحن بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في حاجات ما صحيحة انتم بتذكروها يا دكتور عبد الرحمن حسن حامد ويا غيره من الصوفية. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.